بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده انا بقى عند امي. تمام. اعمل بقى معاكم ايه اكله حلوه كده هتعجبكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه. هنا حطيت ميه الفراخ على النار وبضرب لها بقى الطماطميه بتاعتها. ماشي. حطيت كام بصلايه كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص اهو. شيء عايز فراخ لا اللحمه بتاعته او الفراخ بتاعته في شوربه، وشيء عايزه على بطاطس. هتجربوا دلوقتي تشوفوا ونشوف مع بعضينا هنعمل ايه. تمام. انا الحاج عندي كان عايز ملوخيه، ضحكت عليه وعملت له بطاطس. هو بحب البطاطس برضه. تمام. احط ملح والفلفل الاسمر بتاعته واسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها كده. جبت كده ايه بطاطس. خلاص. زي كيلو من البطاطس كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو قشرتها. حاول على قدر الامكان تخلي السمك كل واحده. انا غيرت الصينيه عشان الصينيه طلعت صغيره شويه. جبت برضو البصل. تمام. خلطته طرنشات. تمام. اخلط البصل طرنشات والبطاطس حاضره برضه حاولي على قدر الامكان تخليها سمك واحد عشان ما تاخدش معاكي سوا. وجبت برضه قرنين من الشطه كده. ماشي اهو. تمام. ملح فلفل. تمام. شويه كزبره. ماشي. شويه شطه. حط بقى الفراخ وقلبهم بقى كلهم كده ببعضيهم. تمام. شويه الرقاب وشويه الجناحه بتاعت الفراخ. تمام اهي. قلبهم بقى كده ببعضيهم. ماشي. وحاول على قدر الامكان ان انا ارصهم كده برضو. تمام. رصي كده واصفي بقى الطماطم بتاعتها عليها. ضربت لها الطماطم بتاعتها. ماشي. اصفيها بقى عليها كده. تمام اهو. حدقها كان مظبوط جميله كده ومية مية. ماشي. هحطها بقى ايه اهو. احط لها بس شويه زيت برضو صغيرين عشان كده كده الفراخ هتنزل. ماشي. احطها بقى على النار كده ايه تاخد غلوتين تلاتة كده يعني تطيب بمعنى اصح. ماشي. بعدين احطها في الفرن ايه, تاخد سواها. هنا احط بقى الفراخ بتاعتنا اللي هي في الشوربه. حطيتها ليه تاخد سواها بقى على النار عشان عندنا يعني ايه الفرن بعيد عنكم. لما اللي بيولع فرن بوتاجاز البيت بيبقى صهد. فقلت لا خلينا في الشوايه ايه. ولسه في حاجه تانية هتتحط في الفرن يعني. ما رضيتش بقى ايه اعمل من اولها يعني. تمام. هنا بقى اعمل بشاميل. ماشي. بعمل بشاميل عشان اعمل صينيه مكرونه برضو بالبشاميل معاكم. حطيت كده ايه زي 5 6 معالق من الدقيق. وحمصتهم كده حلو كده على النار بحته سمنه كده حلوه. تمام. وحطيت اللبن بتاعهم برضو. هنا انا حطيت شوربه. خلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطيت لبن وشوربه. حطيتش ميه. حط الملح والفلفل الاسمر بتاعهم. تمام. اول حاجه بحب اعملها البشاميل. اسيبه على جنب عشان يبرد واجهز بقى بقيه حاجتنا. ماشي. هنا البطاطس على النار والفراخنا برضو على النار. خلاص. اول ما تغلي خلاص استوى هاخده انزله بقى ايه واشوف بقى انا هعمل ايه. هنا ايه جبت صدرين كده من الفراخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرات اخويا قالت لي انا عايزه اكل جلاش بالفراخ. اللهم صل وسلم على سيدنا. الباقيين قالوا احنا عايزين ناكلوا مكرونه بشاميل. هي الوحيده اللي عايزه جلاش. قلت لها لا انا هعمل لك المكرونه البشاميل اللي بالفراخ. المره الجايه بعمل لك ايه الجلاش. تمام. طيب جبت كده صدرين قطعتهم كده قطع صغيره خالص. ماشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. صغيره على قد ما تقدري. تمام اهو. جبت بقى البصل افرم. ابن اخويا قال لي يا عمته كان عندي زيتون. قال لي يا عمته انا مش باكل الزيتون. ما بحبش الزيتون. ما بحبش الحوادق يعني. ما بحبش الزيتون. تمام. هنا كانت الفراخ كانت طابت. طلعتها. قال لي انا مش بحب الزيتون. حاضر يا حمزه. قال لي المهم ايه عملت حاجت عليه. وحطيتها في الكب. حطيت شويه الزيتون اللي انا كنت هحطهم على الفراخ كده من فوق حطيتهم في الكب. خلاص. هنا كنت بحمر وش الصينيه بتاعت الفراخ حبيبه اللي حطيتها. تمام اهو. اللهم صل على النبي.
اهو هحط بقى قرن شطه معاهم. ضربت البصله الاول، وبعد كده بعد ما اضرب البصله لوحديها هضرب حطيت شويه هنا، حطيت شويه اهو حطيت شويه زيت صغيرين كده على على الفراخ، على صدور الفراخ. تمام. قلت بقى اضرب الطماطمايه وقرن الشطه وشويه البتاع ده اهو معاه اهو. اضربهم بقى لوحديهم كده، شويه الطماطم مع حبه الزيتون مع قرن فلفل، ضربتهم برضو مع بعض كده بعد ما حطيت البصل اهي برضو معاهم. تمام. كانت طعمها تحفه، جربوها هتعجبكم. تمام. ماشي. شويه فلفل اسمر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شويه شطه صغيرين. ماشي. شويه كزبره. انا هنا طبعا بخلص كل حاجه. تمام. ده كان فاضل اخر حاجه ديت المكرونه البشاميل، وهتسي صينيه رز وخلاص على كده. ماشي. بس كل حاجه يعتبر كانت يعني خلاص. هسلق المكرونه اهي، هنقل بقى الفراخ تستوي كده مع نفسها. تمام. هي احطها بقى مع نفسها ورا، واحط ميه المكرونه. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو دي ميه المكرونه كده، الفراخ كانت خدت الوش بتاعها. تمام. نطلعها بقى خلاص. هنا انا ايه هعمل صينيه الرز. غسلت صينيه رز حطيت الملح، حطيت حته السمنه. خلاص اهو. نجيب اللبن بقى سخن، لازم يبقى سخن يا جماعه. ماشي اهو. بس هنا بقى ايه، جيت اولع الفرن بصراحه زهقني بصراحه اهو، ما ظبطش معايا خالص، مش عارفه ليه. طلعتها فوق، يعني ده فرن مرات اخويا اللي فوق ده، انما دوت ده بتاع امي تحت. طلعتها فوق عند مرات اخويا، قلت لها بقى سويها لي فوق. معلش ما صورتهاش بقى ايه وهي بتستوي يعني. خلاص اهو كانت استوت المكرونه. اللهم صل على النبي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طيب احنا هنحط بقى ايه في الصينيه، هنحط شويه بشاميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام. شويه بشاميل برضو على المكرونه بحالها، بعد ما تصفت كده حطيتها في حاجه واحده. تمام اهو. اقلبهم بقى، هقلبهم كده ببعض اهي. هحط بقى مكرونه كده في القعر. احاول على قدر الامكان ايه مخليهاش ايه، ولا هي سمكها قليل ولا هي سمكها عريض. احط بقى هي كانت الفراخ استوت معايا اهي. ماشي اهوت. وهيفيد عندي برضه هعمل صينيه صغيره خالص، اصغر صينيه عندي. حطيت شويه جبنه كده، جبنه شيدر على جبنه تركي اهو. خلطه كده بتتباع على بعضها كده في كيس بعت ابن اخويا اشتريها لي. ماشي اهي. الطبقه التانية كده فوق. اللهم صل على النبي. تمام. هحط بقى البشاميل. صلى على النبي اهو. وفاض عندي بشاميل كمان، يعني بعد ما عملت الصينيتين فاض عندي بشاميل هنشوفكم دلوقتي. البشاميل اللي يفيد عندك ممكن تحطيه في الفريزر تستعمليه بعد كده عادي خالص، مش هيحصل له اي حاجه. في كيس بقى، في علبه، مش هيحصل له اي حاجه خالص. انا هنا العيال حبوه بصراحه، بيحبوه. فاض عندي شويه جبنه حطيت لهم عليها كده وهو سخن، واكلوا منه ياما تمام اهو. احط بقى عليها كده الوش بتاعها جبنه، الجبنه اللي تحبيها يعني، حاجه بتاعتك انت. ماشي اهو. مش عايزه تحطي جبنه براحتك، ممكن تديها وش كده من غير اي حاجه خالص. ممكن تديها بيضه، مفيش مشكله برضو. حطيتها في الفرن اهي. ده الفرن بقى كنت ظبطته اهو. مش بقول لكم 7 صنايع والبخت ضايع اهو. هنا بقى الصينيه الصغيره دي اصغر صينيه كانت عندي. عملتها بقى الصينيه دي، ما استنيتش بعد لحد الاكل ما يجهز.
يا دوبك استوت وخلصناها. تمام اهو. وصورت الاكل وظبطت دنيتي، ما قعدتش الصينيه دي، ما استنيناش يعني لحد ابويا ما جه وحطينا العشاء كده مره واحده، لا كله الصينيه ديت يعني كانت خلاص يعني ايه، بألف هنا والشفا. هي الصغيره يعني، الكبيره هي اللي استنت لحد ما ابويا جه واكلنا كلنا. تمام. اللهم صل على النبي. اهو حمرت كده الفراخ اللي كانت مسلوقه، حطيت عليها شويه فلفل وشويه ملح. دي كانت اخدت القعر بتاعها، كان اخد. نقلت بقى دي فوق ودي تحت عشان الوش، حمر وشها. هتشوفوا دلوقتي منظرها عامل، كانت منظرها تحفه والطعم كان خرافي. جربوها هتعجبكم جدا، بالذات ال الزيتون المفروم ده كان مخليها طعمها جميله جدا. خلاص كده انا حمرت الفراخ كلها، دي كده اخر طاسه. ده بص المنظر تحفه تحفه تحفه، قهرمان. اللهم صل على النبي. تمام. ودي كانت دي يا دوبك صورت بس ما قعدتش. بصي اللهم صل على النبي، هي صينيه الرز بس اللي لما ما كنتش مرتاحه لها، بس الحمد لله كان طعمها تحفه برضو. اللهم صل على النبي. بقى الف هنا وشفا اللي اكل اهو. اللهم صل على النبي. كان طعمها تحفه، بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا يا جماعه، بألف هنا.